ازيك يا فادي؟ ازاي؟ النهارده احنا اتكلمنا معاك عن فيلم اسكندريه كمان وكمان. إمم. وده تالت فيلم في رباعيه يوسف شاهين اللي بيسجل فيها ويوثق فيها سيرته الذاتيه. صح. وعرفنا ان انت بتحب فيلم اسكندريه نيويورك ليوسف شاهين. باحب رباعية ليه بقى؟ حاجة بجد حاجة مختلفة. حتى الأفلام القديمة مثلًا بتتعمل بيبقى مثلًا حد أول مرة يعملها فبتفتح باب على الناس التانية. ده اتعمل ما فتحش باب، ما فيش حد عمل زيه أصلًا حتى الآن مثلًا في السينما المصرية. فده هو مختلف، يعني الفيلم ما فيهوش بطل، ما فيهوش شرير، ما فيهوش حد وحش، ما فيهوش حد حلو بشكل يعني. بس في الآخر هو بيحكي قصة مختلفة جدًا، وحرفيًا بيعمل قصة عن القصة، فدي حاجة يعني مختلفة شوية، باحب المختلف. طيب هو عمل تقريبا، يعني مش تقريبا، هو عمل 4 أفلام بيوثق فيها سيرته الذاتيه. كل إمم. فيلم بيحكي فيه عن تجربته عن نفسه هو. تقدر تفسر ليه 4 أفلام؟ ليه ما اكتفاش بفيلم واحد؟ لو شفتوا يوسف شاهين هو راجل مغرور جدًا. أنا شُفت على قدّي حاجات زي لقاءات ليه كده، ما بيقبلش حد، يعني هو مغرور جدًا، بيحب نَفْسه جدًا، باين من أفلامه، بيحُط نَفْسه في فيلم، فاكر نَفْسه تامر حسني مع الهزار يعني مش الدرجة دي يعني. وبس هو كان بيحب نَفْسه بشكل ملخص يعني. طب لو جينا اتكلمنا شويه على نوع السينما اللي كان بيقدمها يوسف شاهين، كانت بتتوصف دايما ان هي معقده، مش سهله ان هي تتفهم. وده كان ليه تأثير كبير جدا على الجيل الجديد اللي شايف ان هي يا جماعه طب ما السينما عاديه وحلوه اهي. إمم. انت مترحب بالفكره دي ولا شايف زي الناس زمان ان هو السينما فعلا معقده وصعبه؟ لإن هو المفروض ما كانش عامل الأفلام بتاعته عمومًا بشكل عام إن هي تتشاف وبس، على قد ما هو كان عامل فَن. دي كانت أنا فاهمه إن هي دي كانت رسالته من الأول، إن هو يقدّم فَن مش يقدّم فيلم كوميرشال أو فيلم مسلي. هو كان عايز يقدّم حاجة أكتر من الفيلم، بس فهو عرف يعمل كده فعلًا. طيب انت بتحب تروح للافلام الكوميرشال او الافلام المباشره الواقعيه، ولا الافلام اللي فيها مغزى ونقعد ندور القصه مع بعض؟ بقى فين القصه في الموضوع؟ أنا بافضّل الحاجة المختلفة، لإن اللي مش مختلف موجود كتير. شكرا يا فادي. العفو.